مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ان. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. نقلا عن مصادر اعلاميه، اكد مختار الجماعي محامي الاداء التعقيب ومحامي لقيادات حركه النهضه بان ايقاف الغنوشي وارد جدا، وذلك بعد ايقاف علي العريض في الايامات الفارطه. واكد محامي حركه النهضه بانه حاليا لا يمكن التقدم بمطلب افراج ما لم تكن هنالك مستجدات مؤكده بان ملف القضيه لم يبرح مكانه الى اليوم. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق العريض فيما يعرف بقضية التسفير. وأكد بأنه يحاكم في هذه القضية أيضا رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي الذي أبقاه القضاء في حالة صراع على ذمة التحقيق في جلسات سابقة، فيما تم توجيه التهم إلى 820 مشتبه بهم آخرين. يذكر أن القضاء العسكري أحال قضية التسفير تونسيين إلى بؤرة توتر للقتال إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المزدي. وبينت المزدي في تصريح سابق لحقائق أونلاين أنها تقدمت بقضية مرفوقة بمؤيدات إلى القضاء العسكري باعتبار أنها كانت عضوة في لجنة التحقيق البرلمانية في شبكة التسفير الشباب إلى بؤرة توتر التي قبلتها حركة النهضة. ويضم الملف الذي أودعته لدى القضاء 4 أجزاء: الدعاوي الذي يضم الأئمة والجمعيات والسياسيين الذين ساهموا في تحضير الأرضية الفكرية لإقناع الشباب للسفر إلى سوريا، والجانب الأمني الذي يتعلق بكيفية تأمين الرحلات وتسهيل دخولهم وخروجهم وتحضير جوازات السفر، ويتعلق الجانب الثالث بعملية التمويل. أما الجانب الرابع فيمتثل في ارتباط عملية التسفير بعمليات إرهابية أخرى. كما قاعدين تسمعوا، محامي حركة النهضة قال أنه ثم إمكانية كبيرة ياسر راشد الغنوشي يتوقف في الأيامات القريبة، كما علي العريض توقفوا تو حاليا في السجن، وهذا الكل ملف تسفير الشباب إلى بؤرة التوتر. حسب الكلمة الأخرى عندكم أنتم، أنا فتكم بجميع المعطيات مش تكونوا فاهمين شنو الحكايه بالضبط وشنو قاعد يصير وشنو القضيه. حسب الكلمه الاخرى عندكم انتم، لو كان تحبوا تضيفوا حاجه فيما يخص الموضوع هذا، وهكا نكون وصلنا الى نهايه الموضوع.